السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة اليوم ال14 في شهر رمضان. أعاد الله علينا باليمن والخير والبركات. هنعمل النهاردة سفرة تشرف وسريعة جدا، مش هتاخد مننا اي وقت. والحلو بقى مفاجأة، بكوبايتين دقيق بس هنعمل احلى حاجة حلوة نحلي بيها بعد الفطور. شوفوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا كل التفاصيل والتركات اللي طلع معاكم الحلو اللي انا هعمله بالجمدان ده. كمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكومنت حلو لو الفيديو بتاعك. معايا بلح اللي هو الناشف، كسرته وشطفته كويس قوي، شلت منه النواة وبعدين حطيته في مية. ممكن طبعا تحطوه في حليب وهتنقعوه لحد الفطار. معايا يعني حلة، حطيت فيها كوبايتين من السكر. حط كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية، وهبتدي ان انا احطهم على النار. هنعمل شربات. هنعمل الحلو ايه؟ هنعمل قطايف. هنعمل قطايف بدقيق بس، من غير آم، من غير سميد ولا اي حاجة. هيطلع معانا هتطلع يعني نتيجتها رهيبة. اول ما بتغلي بحط عليها عصرة نص ليمونة، كام نقطة ليمون كده، وبسيبها حوالي 10 دقايق على نار هادية. وبعدين بطفي عليها، وفي الاخر بحط عليها معلقة عسل نحل عشان تقلل من حدة السكر، يعني ما تخليهاش مسكرة قوي. بدوب العسل كده مع الشربات اللي احنا عملناه، وبسيبه يبرد تماما. في حلة بقى هبتدي ان انا اعمل اللحمة. حطيت كده مكعب من الزبدة، يعني حوالي معلقة كده صغيرة من الزبدة، وبعدين هحط اللحمة. بتاخد صدمة من الناحية اللي تحت، ببتدي ان انا اديها صدمة للناحية التانية. بعدين بنزل عليها بصلة وطماطماية وجزرة، بنزل ورق لوري وحبهان. يعني بتاخد صدمة كده من الجنبين. بعدين هبتدي ان انا انزل عليها المية المغلية. ما ينفعش ان احنا ننزل عليها مية من الحنفية، يعني مية باردة، عشان اللحمة ما تاخدش معانا سوا كتير، وكمان ما تشدش معانا. بعد ما بضيف الميه هبتدي ان انا احط بقى التوابل. انا ما بحطش الا فلفل اسمر وكمون، سنه بسيطه على طرف المعلقه فلفل اسمر، زيها كمون، وبتغلي معايا. طبعا هنا كان في عظمه كده، دي مش دم يعني. هي لونها احمر كده بس. يعني هي ما نزلتش اي دم خالص، هي خدت معانا صدمه كمان في الاول. خلاص كده هوطي على اللحمة واسيبها تستوي تماما. هنجهز كفتة رز. طبعا عملتها قبل كده في القناة، من اول العجينة بتاعت الكفتة يعني. لو حابين انكم تشوفوها تلاقوها في صندوق الوصف. في حلة حط كده معلقة صغيرة من الزيت. هضيف كمان كام فص كده من التوم، يعني 4 كده فصوص من التوم. بفرمهم فرم ناعم. بعدين هديهم، هفضل اقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي. خليهمش يتحرقوا معانا او يغمقوا كده، علشان التوم مش يمرر معانا. ياخدوا لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هبتدي ان انا اضيف معلقه من صلصه الطماطم. ممكن تستغنوا عنها تماما، بس طبعا الطماطم هنا بتحتاج ان انا اضيف عليها صلصه طماطم. هقلبها كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين هبتدي ان انا انزل عليها كيس كده من صلصه الطماطم اللي انا مفرزاها. هغطي عليها لحد ما الطماطم دي تبتدي ان هي تتفكك كده، عشان هي هنا مجمدة. بعد ما بتتفكك الطماطم بتتقل كده معانا، ابتدي ان انا انزل الكفتة. وكمان هضيف بقى عليها مية، علشان الشوربة كانت لسه يعني اللحمة كان الحلة مقفول عليها، يعني مش هعرف ان انا اجيب منها شوربة. هنزل كده شوية مية مغلية. وبعدين هضيف عليها فلفل اسمر، برضو سنة بسيطة من الكمون، ومكعب من مرقة الدجاج. واغطي عليها واسيب لحد بقى ما الكفتة بتاعتنا تستوي. يعني مش هتاخد وقت خالص، الكفتة اصلا كانت طعمها حلو جدا جدا. وضفت كمان رشة بسيطة من السكر عشان تعادل الحموضة اللي موجودة في الطماطم. هغطي كده عليها واغطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها. هنجهز القطايف، عجينة القطايف. كوبايتين من الدقيق في بولة كده، هنضيف كوبايتين من الدقيق. هضيف عليهم معلقة كبيرة من النشا، ومعلقة كبيرة من السكر. انا ضفت هنا معلقتين بس، رجعت شلت معلقة. هضيف رشة ملح، ومعلقة ممسوحة كده من معلقة صغيرة من البيكنج باودر.
وكيس من الفانيليا، واقلبهم كده مع بعض المكونات دي. ومعايا كده ميه، انا هستخدم في الوصفه كوبايتين وربع من الميه. عملت قبل كده العجينه دي وخدت معايا كوبايتين من الميه، ممكن تاخد معاكم كوبايتين الا ربع، ممكن تاخد ازيد. طبعا كل نوع دقيق بيختلف في احتياجه للسوائل عن نوع دقيق تاني. فهنا نوع الدقيق ده مختلف عن النوع اللي انا كنت مستعملاه قبل كده. فطبعا هتستعملي اول حاجه حطيه في كوبايتين الا ربع من الميه، وبعدين هتبتدي تزودي شويه بشويه لو العجينه احتاجت معانا. العجينه بتبقى عامله شويه زي عجينه الكريب، فافضل اقلب عشان يعني افكك اي تكتلات موجوده. طبعا انتوا ممكن انكم تستعملوا الخلاط، يعني تضربوا كل المكونات دي في الخلاط مره واحده كده، بدل ما تفضلوا تضربوا بالمضرب اليدوي ده. طبعا بعد ما بخلص ضفت عليها كوبايتين وربع من الميه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم بتضيفوا شويه بشويه لحد ما تشوفوا العجينه محتاجه تاني ولا لا. جبت كده بوله وابتديت جبت مصفى وهصفي العجين اللي احنا عملناه الخليط ده كويس قوي، علشان بس اتاكد ان مفيش اي تكتلات موجوده في العجين اللي انا عملته يعني. بعد ما بصفيها بغطيها كده بستريتش راب، او باي حاجه يعني، او بطبق مثلا او اي حاجه. طبعا بعرف ازاي ان العجينه دي مظبوطه. بظهر المعلقه بعمل خط كده، بحطها في قلب العجين وبعمل خط كده. لو العجينه دي الخط ده ما اتقفلش تاني على بعضه يبقى خلاص كده العجينه مظبوطه معانا. انما لو رجع تاني دخل في بعضه كده يبقى العجينه احنا مزودين لها سوائل زياده. بسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعدين هبتدي ان انا اشتغل فيها بقى على طول. بمسك المعلقه كده وافضل برضو اقلب فيها تقليبه كويسه قوي كده، وكل ما بعمل بقلبها برضو نفس التقليبه دي. حطيته كده في علبه كاتشب، احطها في اي حاجه يعني تسهل عليكم ان هي تنزل كده بسهوله يعني. والطاسه سخنتها كويس قوي، وبعدين خليتها على نار متوسطه، وببتدي ان انا انزل فيها العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه. العجينه بعرف ازاي ان هي ناجحه، بتعمل معايا فقاقيع كده من جوه العجينه. بصوا كل العجينه بتعمل فقاعات كده. العجينه بتاعتي كويسه جدا وناجحه جدا جدا. العجين العجينه كده بتبتدي ان هي تستوي من فوق، ببتدي ان انا اشيلها وبتكون خدت لون حلو قوي من تحت. بكرر كلامي، ما نعليش على القطايف وهي بتستوي علشان ما تاخدش لون بسرعه قوي. طبعا اول كام واحده كده مش هتلاقوهم على احسن شكل يعني او احسن لون من تحت، بس طبعا كل ما بتعملوا كل ما تعرفوا درجه التسويه المظبوطه، وهتعرفوا تسووها كويس قوي. هنعمل معاكم واحده تانية وبرضه هنحط كده شويه العجين، وبعدين بتعمل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه، بتعمل فقاقيع كده او بابلز. بتبتدي ان هي العجينه بقى بتبتدي ان هي تستوي، وبشيلها. ما احنا بنقلبهاش الناحيه التانية خالص، مجرد ان العجين بيختفي من فوق بشيلها. وطبعا بكون حاطه فوطه وبحط فيها كل القطايف اللي انا بطلعها، وبغطيها كمان من فوق علشان القطايف اول ما بنطلعها بتحسوا كده ان هي جامده معانا او ناشفه كده شويه. طبعا لما بنغطيها بتبتدي ان هي تطرى معانا وبتطلع بالشكل اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط، من غير طبعا سميد ولا اي حاجه. شويه دقيق وميه هنعمل احلى قطايف ممكن تاكلوها في حياتكم. بسيبها بقى ترتاح شويه كده بعد ما بخلصها، وبنعمل الرز. حطيت في حله زيت وشعريه، خدت لون ذهبي. حطيت الرز، حطيت كمان الملح، وبشوح الرز كويس قوي مع الشعريه كده علشان كل حبيبات الرز تتغلف كويس قوي بالدهون اللي احنا ضفناها للرز. وبعدين بضيف الميه. انا بضيف لكل كوبايه رز كوبايتين من الميه. طبعا الرز اللي انا بستعمله هو ده اللي بيستعمل كميه الميه، يعني بيستعمل ده في كميه الرز ميه. بقلبها وبعدين بغطي الحله، وبمجرد ان هي بتغلي غلوه واحده بس بغطي عليها علشان الرز يطلع معانا مفلفل وحلو كده، ما ينشفش معانا. الكفته كمان اهي هنا شربت الميه برضو اللي احنا ضفناها لها، وهبتدي ان انا اضيف لها شوربه، وهضيف كمان قطع اللحمه، وهسيبها حوالي 10 دقايق كده تغلي والكفته تاخد من طعم الشوربه واللحمه اللي احنا ضفناها. بغطي عليها واسيبها 10 دقايق. خلاص كده طبعا الكفته بقى خلاص، واحنا خلصنا اصلا الفطار بتاعنا، كان لسه في وقت فقلت بقى اما اخلص القطايف. شايفين بصوا طريقه ازاي بتتقفل معانا بكل سهوله. العجينه روعه، القطايف اصلا تحفه. جربوها هتعجبكم جدا جدا، ومش هتستغنوا عن القطايف في اي مره هتعملوها بعد كده.
معايا بقى الحشوة أي حاجة تفضّلوها، حطيت شوية مكسرات، حطيت عليهم جوز هند وزبيب وقلّبتهم كده مع بعض، هابتدي إن أنا أجيب القطايف. طبعًا ما تعينوش القطايف وهي كده، وهي مفروضة كده، لازم تتحشي الأول وتفرّزوها في الفريزر. لو حطيتوها وهي قطايف كده من غير حشو، هتبتدي تطلّعوها بعد ما تتفكِّك وهتتقطّع معاكم، وما فيش أي قطايف هتمسك في بعض، يعني هتيجوا كده تحطوها في الزيت هتتفكك كلها والحشوة كلها تطلع لبره. باخد شوية كده من الحشوة دي وببتدي ان انا احطها في النص وبقفل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط، تقفل معايا بكل سهولة. هي اصلا بتبقى حلوة جدا. بعمل شوية وببتدي ان انا اغطيها بالفوطة كده علشان ما تنشفش معانا. انا بخلص كل الكمية اللي انتوا شايفينها وبعمل شوية على القد يعني اللي احنا هناكلها. طبعا القطايف ما بتفضل لتاني يوم بتبتدي ان هي تطرى شوية، فاعملوا على قد اللي انتوا هتاكلوه. طبعا انتوا ممكن تعملوا كوباية دقيق واحدة بس بدل ما تعملوا كوبايتين. كل ما تحتاجوا انكم تعملوا قطايف تاني تعملوا آم يعني تعجنوا تاني، وهي اصلا سهلة ومش هتاخد مننا اي وقت. احط كده زيت بيسخن كويس قوي، وببتدي ان انا احط فيه القطايف تاخد لون من تحت، وببتدي ان انا اقلب الناحيه التانية. انا ما بحبش القطايف تكون مقرمشه قوي. انتوا لو بتحبوها تكون مقرمشه قوي وطوا عليها النار وخلوها تاخد لون براحتها جدا. انما لو عايزين القطايف تاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين وكمان تبقى طريه كده وجميله، ما توطوش النار عليها قوي. لو عايزينها مقرمشه وطوا عليها النار وخليها تستوي براحتها جدا. عملت بقى شوية كده من القطايف، وطبعا الشربات كان بارد جدا، هحط بقى القطايف على مصفى تصفي الزيت اللي هي طلعت منه يعني. وبعدين هبتدي ان انا انزلها كده على الشربات، بسيبها حوالي دقيقتين تلاتة كده وبقلبها كويس قوي. تشرب بقى من الشربات ده وبعدين بطلعها على مصفى علشان تصفي اي شربات زيادة هي شربته. وخلاص كده القطايف بتاعتنا جاهزة. طبعا ضيوف جايلكوا على فجأة مش عارفين تعملوا لهم حلو ايه، طبعا هتعملوا لهم القطايف دي مش هتاخد منكم اي وقت خالص، ولذيذة جدا طعمها حلو. وعلى فكرة احلى كمان من اللي بنشتريها بره. انا ما كنتش بحب اكل قطايف ابدا من بره، بس بصراحة لما عملتها في البيت كلتها. يعني انا قعدت سنين سنين ما باكلش اي قطايف، بس لما عملتها في البيت لقيت طعمها حلو قوي وجربتها وعجبتني جدا جدا. ان شاء الله جربوها وهتعجبكم انتوا كمان. حطيت كده القطايف في طبق واحط عليها شويه كده من الفستق، ممكن تستغنوا طبعا عنه. وده القطايف بتاعتنا. هوريكم كمان قد ايه هي آم، من جوه شاربه كده الشربات ومفرغه من جوه، رهيبه. يعني لما تجربوها بصراحه هتدعولي. طبعا قولولي في الكومنتات هي عجبتكم ولا لا اذا كنتوا جربتوها. بس الشكل بتاعها يجنن. طبعا احنا صايمين فمش هنعرف ان احنا ندوق منها، بس طبعا بعد الفطار كانت رهيبة. الباقي بقى حطيته كده في كيس ورصيته كده زي ما انتوا شايفين وهدخله الفريزر. بطلعه آه ساعة يعني محتاجه وهو مجمد زي ما هو كده، ما بسيبوش يتفكك خالص. بحطه في زيت سخن جدا وببتدي ان انا اقليها. البلح بقى هابتدي إن أنا أحط له معلقتين كده من السكر عشان يسكر شوية، وهابتدي إن أنا أصبه في الكوبايات. وعملت كمان تمر اللي هو سريع الذوبان، حطيته كده في كوبايات. وحطيت الرز، كان عندي طبق مكرونة بالبشاميل من قبلها بيوم غرفته برضو. وحطيت طبق شوربة، عملت شيفان عصفور، حطيت شوربة لحمة كده. وغرفت الكفتة وعملت طبق سلطة. يا رب سفرتنا تكون عجبكم او الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم متنسوش اللايك، تقولوا في الكومنتات الفيديو بتاعي عجبكم ولا لأ. شيروا الفيديو لأصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين. وكومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم. وطبعا لو حابين أي وصفة جديدة قولوا في الكومنتات. أشوفكم بقى في فيديو جديد ومع السلامة.